ندوة اليوم من الندوات التي أحبها جدا. هي ابتكار من ابتكارات مختبر السرديات منذ سنوات. نحاول من خلالها أن نجعل الكتاب يقرؤون بعضهم بعضا، وأظن أن أستاذ وشنك وأستاذة ناهد لأول مرة يقرأ كل منهما للآخر من خلال هذه الندوة، ويعبر المبدعون عن رأيهم في أعمال بعضهم البعض، ثم يتحدث النقاد ويعبرون أيضا عن رأيهم في أعمال هؤلاء الأدباء. من يقرأ العملين سيسأل لماذا هذين العملين بالذات معا. الفكرة التي خطرت في بالي لأنه ليس هناك روابط وشيجة بين العملين، وهذه مناسبة مهمة لأن نقول إن الإبداع الجميل لا يجب أن يكون في موضوع محدد أو بشكل محدد، لا، من الممكن أن تكون الموضوعات مختلفة، عوالم الكتاب مختلفة، الطريقة التي يعبر بها الكتاب عن أفكارهم ومشاعرهم مختلفة، ومع ذلك يجمع هذه الأعمال أنها أعمال جيدة، أنها أعمال تستحق أن تقرأ. وأعتقد أن هذا هو الأساس الذي يجعلنا نجمع أعمالا في رف واحد في مكتبة، أن تكون الأعمال مستحقة للقراءة. اسمحوا لي سأقدم الكاتبين ثم نستمع إلى قراءة كل منهما في عمل الآخر، وسنقدمهما أبجديا كما اعتدنا. أستاذة ناهد بدوي، كاتبة مصرية من محافظة الإسكندرية، تخرجت في كلية الحقوق، حاصلة على درجة الماجستير في القانون، عضو مؤسس بنادي أدب قصر ثقافة الشاطبي بالإسكندرية، عضو عامل بالجمعية المصرية لكتاب القصة والرواية. نشرت عددا من الأبحاث والقصص والمقالات المنشورة ورقيا وإلكترونيا في الصحف والمجلات. صدر لها 5 مجموعات قصصية هي أرواح على الحافة، أوتار مشدودة، ألغام ونخل، متحف لزائر وحيد، 100 طريقة للقلب، وسلسلة كتب للأطفال بعنوان سلسلة الحكايات الخضراء. حصلت على جوائز وتكريمات، منها القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية عن مجموعة أوتار مشدودة، المركز الثالث في جائزة محمد عبد المنعم زهران للقصة القصيرة عن ألغام ونخل، الفوز اشتراكا مع الفريق المصري بالمركز الأول في مسابقة الساردون يغردون، والمركز الثاني في مسابقة تراصل الفنون التي نظمها مختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية، والمركز الرابع على مستوى الوطن العربي في مسابقة صلاح هلال للقصة القصيرة، وفازت أيضا في مبادرة إبداع بلا حدود التي نظمتها رابطة الأدباء الكويتيين بالتعاون مع مؤسسة خليجيون في حب مصر. الكاتب الثاني معنا اليوم هو الأستاذ هوشن كؤوسي، روائي وشاعر كردي سوري يحمل الجنسية البلجيكية، يكتب بالعربية والكردية، نشرت له صحف ومجلات عربية عدة، صدر له حتى الآن 10 دواوين شعرية باللغتين العربية والكردية، عضو نادي القلم البلجيكي وعضو نادي القلم الدولي، ترجمت نماذج من قصائده إلى الهولندية والإنجليزية والفرنسية والتركية، وصدر له عن مركز الشعر في بلجيكا ديوان لست بحرا ولا لست بحرا؟ لست بحرا. لست بحرا باللغتين الهولندية والعربية بدعم نادي القلم البلجيكي. شارك في العديد من النشاطات الثقافية داخل وخارج بلجيكا، من رواياته وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال التي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية وترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية، حفلة أوهام مفتوحة، الأفغاني سماوات قلقة، كأنني لم أكن، بالوكالة عن الغيب بالأصالة عن الكارثة، مبني للمجهول نقطة من أول السطر، ومجموعات قصصية، رصاصة بألف عين، آلام برنابة وصمت. كرم في ملتقى الرواية العربية في فلسطين، وفي معرض الكتاب الدولي في تونس، وفي مهرجان كلاود في السليمانية بكردستان. أهلا بكما، واسمحوا لي نستمع أولا إلى قراءة أستاذة ناهد في مجموعة الأستاذ وشير. اتفضل. آم، 20 دقيقة. لا أقل من كده. السلام عليكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكر أستاذ منير عتيبة، مؤسس ومدير مختبر السرديات، على إتاحة الفرصة
إن أنا أطلع على مجموعة الأستاذ هوشنك. بصراحة كانت أول مرة فعلا أقرأ له، وإن شاء الله مش هتكون آخر مرة. آه، هي قراءة يعني انطباعية إلى حد كبير. مش هقدر أقول يعني نقد لأن ده مش تخصصي، بس أنا المجموعة أثرت فيا بشكل كبير. ف أولا برحب بالأستاذ هوشنك في مصر وفي اسكندرية عموما يعني خاصة. هذه المجموعة لكاتب صنعته الحروب والمآسي. يمكنك أن ترى آثار الحرب في كل قصة من القصص، إما بالإشارة الصريحة أو الضمنية. في رأيي إن المبدع الحق هو من يمتص آلام شعبه أو قومه، أو حتى الآلام الإنسانية عامة، ليفضي بها إلينا من خلال إبداعه، فينقل المتلقي إلى ساحة تلك المعركة أو الحرب أو المأساة. فالحرب في نظري تنال من الجميع، أطرافها وغير أطرافها، من بقي في ساحة المعركة أو من لجأ إلى فضاء أكثر أمنا ليصرخ كجريح لا تشفى جراحه. هوشنك أوسي هو جريح يتلوث جرحه مع كل مأساة يعيشها شعبه، ولذا لا يمكنك أن تفرق بين بطل كل قصة وبينه. سأقول رأيي المتواضع كمتلقية في بعض القصص، وأترك الدراسة النقدية المستفيضة لأهلها ممثلين في أستاذنا الدكتور محمد حسنين إمام. بداية من العنوان، آلام برنابا وصمت، يؤكد أن الكاتب اختار الشخصية المناسبة لتمثل مجموعته، فكأن برنابا قد وكل الكاتب للتحدث بالنيابة عنه عما لاقاه من أذى وما شعر به من آلام. الإهداء. الإهداء الأول موجه إلى أخوات الكاتب، حيث أهداهن المحبة المليئة بالحكايات. فما الذي يملكه الحكاء أغلى من حكاياته ليهديها؟ الإهداء الثاني الذي يقول فيه: ندخل الحياة بشهقة وصرخة، فمن العار أن نغادرها بصمت. إذا أردت البقاء فقل كل ما لديك ثم غادر. يوحي بأننا أمام مجموعة قصصية لكاتب يريد أن يقول كل ما لديه من خلال إبداعه. قصة سوء فهم. يختم المبدع قصته بتساؤل: ماذا لو عشنا الحياة على أنها سوء فهم جميل؟ يقايد الكاتب قلق البطلة بوهم جميل، وإن كان يصف من خلال هذا السؤال حال الكثير من النساء في التعامل مع الطرف الآخر، فغالب العلاقات التي انتهت بمأساة كانت في بدايتها سوء فهم جميل. قصة ضريح. يؤكد المبدع أن الكاتب يموت عندما يفقد قدرته على الحكي. قصة الغريب. وصلني إحساس بأن الكاتب يقف أمام مرآة تعكس مخاوفه وغربته ووحدته والمجهول الذي يطارد الإنسان، ويرسم كل ذلك من خلال القصة بوضوح. قصة ثوري متقاعد. تنقل فكرة اليأس من الثورات حين لا تلد نتيجة مرضية، فأصبح السائر كفراشة أحرقها الضوء مرة، فتعلمت ألا تلتفت إليه مرة أخرى. قصة العنيدة. الحرب حاضرة بقوة من خلال تعامل بطلة القصة، وهي ضحية من ضحايا الحرب، لكنها تعاند الحرب بكل ما أوتيت من قوة، متمسكة بالحياة والأمل. قصة قطار وثلاثة غرباء. قطار الحياة الذي يظن كل منا أنه يملكه وحده، بينما نحن جميعا غرباء على متنه، ضيوف مهما طالت إقامتنا، وكلنا سواسية في الغربة. قصة جنازة عائمة. تتناول طرفا آخر من أطراف الحرب، وهم اللاجئون والمصير القاسي الذي يلاقيه أغلبهم. قصة تقاعد مبكر. الحرب هنا بطل الأحداث، فالقذيفة تغير إقامة سعيد عبد العال محفوظ من حيواته الثلاثة التي تناغم معها إلى حياة رابعة لم يألفها، وهي الحياة الأبدية. قصة القديس. في هذه القصة ندرك تماما أن الحرب لا ينجو منها أحد حتى جلدوها، فإما تقضي عليهم العدالة أو يأكلهم الندم. قصة بين برجين. أدهشتني هذه القصة عند سماعها أول مرة من الكاتب خلال أمسية للقراءات القصصية في مكتبة الإسكندرية، حتى أنني كتبت جملة قالها وأعجبتني كثيرا: لازلت أخاف من الكلاب التي تمشي على 2 أو 4. وأضاف جملة أخرى تؤكد ما يرمي إليه الإهداء الثاني: إنه يرغب في قول كل شيء، حيث قال واصفا لحظة ولادته: ألقت بي أمي إلى هذا العالم كحجر في وجه الكلاب. وقد استخدم الكاتب تاريخ ميلاده الحقيقي في القصة، وده يؤكد يعني إحساسي. قصة سجل التعديلات.
يبدو البطل متصالحا تماما مع أهوائه ومشاعره، فلا تتحكم فيه نظرة الآخرين له، بل هو متصالح تماما مع فكرة أن لا شيء ثابت، حتى ما نحب وما نكره. وأظن أن الشخصية هنا ما هي إلا انعكاس لما نراه من متغيرات متلاحقة في عالمنا. ولا يمكنني تجاوز ما تفعله القاهرة في الكاتب، حيث تمرد قصصه بالرومانسية والدفء، وأظنها البصمة الساحرة للقاهرة وليلها، كما في قصة وجهتك إلى اليسار ولص بمزاج عالي. وفي ميناء بلا سفن يجمع الكاتب بين كل المسافرين على اختلاف وجهاتهم وانتماءاتهم من خلال خيط رفيع من القلق، وكأنه أراد أن يخبرنا بأن القلق هو الوجه الآخر لعملة السفر. أما في وصية، فيكتشف البطل حقيقة الحياة عند الموت. وفي قصة في انتظار القادمين تطرح فكرة صدمة الفقد، وتعرض صورة من صور التعامل معه بأسلوب شيق وجذاب. في النهاية أهنئ الكاتب هوشنك أوسي على أسلوبه الجذاب ولغته السهلة ونظرته الفلسفية لكل شيء، وقد كان لي الشرف في قراءة هذه المجموعة وكتابة انطباعي عنها. ألف شكر. شكرا جزيلا أستاذة ناهد، ولا نطلب منك أن تكوني ناقدة، المهم أن أنت قرأتي المجموعة وتحدثتي عنها. هو من المفارقات بالنسبة لي أنه أستاذة ناهد لم تكتب الرواية حتى الآن، أو لم تنشر، يعني أكون دقيقا، لم تنشر الرواية حتى الآن، في حين أنه هوشنك روائي أصلا، ولم يكتب القصة القصيرة إلا بعد أن ناقشناه هنا في المختبر. ناقشنا الأفغاني سماوات منفرقة، فذهب وقرر أن يكتب قصة قصيرة، وشجعته أستاذة نهى عاصم وعجبته القصة القصيرة كتابة. فأظن أنه سيرتبط المختبر بالقصة القصيرة عندك يعني. وسنستمع إليك ناقدا أو قارئا للقصة القصيرة عند ناهد بدر. تفضل. مساء الخير. أجدد الشكر لمختبر السرديات ومكتبة الإسكندرية على هذه الدعوة. وأنا فخور الآن أنه مع تجربتين مهمتين في عالم الأدب، تجربة الأستاذ منير عتيبة المتنوع في نتاجه الإبداعي، الرواية، القصة، الشعر، النقد، ومع تجربة شديدة الحساسية، وبالنسبة لي اكتشاف، لأنه أنا قرأت أعتقد لقسم معقول من أدباء وشعراء مصر، وكانت ناهد بدوي منطقة مجهولة بالنسبة لي يعني. وهذه كانت فرصة أن أكتشف عوالم الأستاذة وهي بالفعل أستاذة، يعني مش بس في الحقوق، في الكتابة القصصية أيضا. أنا سعيد جدا أنه بهذه الفرصة المجموعة، وقرأت المجموعة بمتعة. وأحيانا تراكم القراءات يجعل من المزاج عنيدا وعرا، يعني لا شيء أي شيء يعني يشد انتباه عندما يكون الوعي فيه كم من القراءات. وبالتالي تجربة ناهد بدوي القصصية والمجموعة التي قرأتها لمست مني الإمتاع والمؤانسة، على حد تعبير أبو حيان التوحيدي. ف من المدخل، من العتبة البصرية الأولى، الغلاف شدني الجانب البصري، يعني مسألة الألوان، لون التركواز بمساحات، بتدرجات لونية مختلفة، هيئة الامرأة التي
تدير ظهرها لنا ووجهها إلى المجهول، وكأنها أمام عتبة وأمام مكان هو متحف، أو قد يكون مكانا آخرا. يعني المساحة التعبيرية الإيحائية في العتبة البصرية الأولى مهمة، وأعتقد أنه المصمم كان موفقا في اختيار هذا التكوين البصري كخطوة أولى لشد القارئ على صعيد الألوان. إذا بتلاحظوا يعني حتى لون السيدة وهي يعني سافرة بدون حجاب، وشعرها مسدل، وفي شيء من الطمأنينة أو الغموض، أو شيء يعني أوقفها عن الحركة. ما فيها الحركة التي تثير الضجيج في الغلاف. نمط الكتابة، العنوان، يعني الخط باللون الأبيض وبطريقة فنية وبتسلسل عمودي، متحف لزائر وحيد. هذا أيضا شكل أكاد أن أقول يعني شيء من الاستراحة البصرية، يعني التضاد ما بين الألوان. إذا أنتم ملاحظين، من عوامل نجاح العتبة البصرية الأولى الغلاف، وجود هذا الجانب اللي أكاد أن أقول أنه تضاد يعني. والفنية الخط وفنية تسلسل المفردات أيضا، يعني ملأ الغلاف تماما. هذا أولا، بالإضافة إلى الغلاف الخلفي أيضا. يعني فالغلاف كان ناجحا في تقديري كعتبة بصرية أولى جاذبة للقارئ. يعني أي قارئ يرى الكتاب هكذا موضوع على طاولة بين جمهرة من الكتب، سرعان ما يعني الغلاف يجذب القارئ. وقلما من الكتاب من يركزون على موضوعة الغلاف. هذا أولا. اثنين، العتبة الثانية وهي العنوان، التصميم والعنوان: متحف لزائر وحيد، مش لزائر واحد، لزائر وحيد. يعني هو متحف استثنائي، وليس لأنه لزائر يعاني، قد يكون يعني يعاني من الوحدة، من الاكتئاب، أو من شيء ما. لزائر وحيد. السؤال الذي حرك لدي هذا العنوان عندما قرأت القصة التي استقت منها الأستاذة ناهد عنوانها لتكون عنوان المجموعة، أنه الشخصية في هذه القصة هي شخصية امرأة، يعني مش شخصية ذكورية. هذا الانزياح، يعني أنه في العنوان المتحف لزائر وحيد، وفي القصة أكاد أن أقول يعني متحف لزائرة وحيدة. يعني ف هذا أيضا حفز لدي السؤال. الاجتهادات فيما يتعلق بالقصة القصيرة، والأستاذ منير والأساتذة كلهم هنا أصحاب خبرة وأصحاب تجارب إبداعية. القصة القصيرة يعني أعتقد أنه لها آصرة قوية مع قصيدة النسر فيما يتعلق بالاختزال، فيما يتعلق بالقفلة، بالخاتمة التي تطيح بكل يعني القارئ عندما يقرأ
قصص ناهد بدوي، يعني لو إذا اختزلنا هذه القصص ربما تحولت إلى قصائد نثرية نتيجة القفلة التي تفاجئنا. وهذه القفلة المفاجئة يعني وجدتها في العديد من القصص، منها قصة 40,000 خطوة نحو الجنة، وقصة متحف لزائر وحيد، وقصة يعني مناورات العجز والرغبة حتى على مستوى المواضيع. يعني ذكرت حضرتك تنوع في المواضيع، وخاصة الجانب النفسي، ما يتعلق بالمحتوى النفسي، مش بس المحتوى الدرامي، المحتوى اللي له علاقة بعلم النفس. هذا مهم، يعني مش بس أنت أو الأستاذة أو أي منا، الأستاذة نهد قدمت لنا مجموعة أو متوالية من الحواديت والقصص. هذه القصص كانت في محتوى حركت أسئلة لها علاقة بالمجتمع، أسئلة لها علاقة بالمرأة، أسئلة لها علاقة بالعجز الجنسي، لها علاقة بالمثلية الجنسية، لها علاقة بالعنصرية. مجموعة أو حزمة من الأسئلة تجدونها موزعة على هذه القصص. في تقديري نحن إزاء تجربة، يعني هذه القصة أو هذه المجموعة القصصية، كل قصة يمكن التوقف عندها وتحليلها على صعيد البنية، على صعيد الشخصية، وعلى صعيد الفكرة. إجمال يعني تصوري وقراءتي للمجموعة أو خلاصة الخلاصات، هي مجموعة قصصية مهمة وتنم عن يعني احترافية في مش يعني مش أي مجموعة قصصية كالتي نقرأها، بالعكس تنم عن احترافية وعن تعب، يعني متعوب عليها هذه المجموعة القصصية. لكن أحيانا يعني كلنا هكذا، يعني في غمرة الانهماك في العملية الإبداعية هنالك بعض الأمور التي تتعلق بالتقنية، تقنية كتابة القصة، فيما يتعلق باللغة، فيما يتعلق بالتركيز الشديد. يعني لا يخلو الأمر من بعض الهفوات، وهي في تقديري هي ملح العملية الإبداعية. الأستاذة ناهد، أنا أشكرك على هذا الجهد الإبداعي، وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، يعني من الرواية شدتني القصة القصيرة، والرواية هي مجموعة من شبكات معقدة لقصص قصيرة. أنت بدأت بالقصة، وحسب ما فهمت يعني من القصة القصيرة من التكثيف ستطلين على الرواية، وأنا أشجعك على ذلك. وأعتقد أنه النص الروائي أيضا سيكون يعني مطعما بهذه اللغة الشعرية الموجودة هنا، ومطعم بالحساسية الحساسية الشعرية وحساسية التكثيف أيضا. أشكرك لأنك
كتبت، وأشكرك لأنك حركت لدي الأسئلة والأخيلة أيضا. وبالنسبة لي يعني أنا مدين لك بالمتعة وبالاستفادة واللي أخذتها من متحف لزائر وحيد. كنت أو أعتبر نفسي أنه كأي قارئ من يقرأ هذه المجموعة فهو هذا المتحف له، ومن دخل متحف ناهد بدوي فهو آمن، ومن خرج منه أيضا فهو مستمتع وأيضا آمن. أكتفي بذلك ومعذرة على الإطالة. شكرا جزيلا هوشنك. يعني إذا كنت أستاذة ناهد تعرفين هوشنك كما أعرفه فهذه شهادة عظيمة جدا. هوشنك يستطيع بعينه الخبيرة أنه يرى المثالب في الأمور، ولديه من الشجاعة ما يجعله يقولها بلا تحفظ، لأنه يقولها محبة في الفن يعني عادة. وحتى عندما نقرأ لبعضنا البعض المخطوطات يعني التقطيع يعني وهذا ما نطلبه من بعضنا البعض ليكون العمل عندما ينشر يكون أفضل. فهو أعرفه رجلا لا يجامل حقيقة. أشكرك جدا وأشكر أستاذة ناهد، ونذهب إلى ويبكس.